حاليا العالم كامل مقلوب بسبب خبر اكتشاف ممر سري في هرم خوفو، واللي غادي تكون واحد البدايه لواحد السلسله كبيره من الاكتشافات الاثريه العظيمه. حيتاش من خلال هذا الممر السري نقدروا نحلوا لغز الاهرامات اللي كنحير العالم كامل هذه الاف السنين. في الاول خاصك تعرف ان هرم خوفو كيتكون من 3 ديال المليون قطعه حجريه، والارتفاع ديالو كيوصل ل 146 متر، وتبنى بواحد التصميم هندسي اللي خطير. دابا تصور معايا العالم كامل عاجز باش انه يفسر هذا التصميم الهندسي ديال هاد الاهرامات، واليومنا هذا كيتعتبر لغز من الالغاز الحضاره المصريه اللي دفنات مع المصريين القدام. فشنو هي القصه ديال هذا الممر السري اللي اكتشفوه، وعلاش حتى دابا حتى واحد ما قدر يعرف الطريقه اللي تبناو بهم هاد الاهرامات؟ الاهرامات كتعتبر لغز من الالغاز اللي كاينين في الارض، حيث كيقولوا على انها تبنات في عام 1600 قبل الميلاد، اي هذه تقريبا 4500 عام. فتخيلوا معايا هذه 45 قرن قدروا يبنيو واحد الحاجه اللي كتفوق 146 متر. هاد الاعجوبه باش انك توصل لهذا الطول هذه 45 قرن فراه شي حاجه اللي ما يمكنش. باش تكون في العلم ديالكم فراه الادوات اللي كان عندهم هي العود والحجر، وهنا فين العلماء اعطوا بزاف ديال النظريات والشروحات اللي كيفسروا هاد الحقيقه ديال الاهرامات. كاين اللي كيقول ان هاد الاهرامات لقاوهم الفراعنه وما ياخذوهم، حيث ان مدينه اطلانتيس السكان ديالها هما اللي بناو هاد الاهرامات. وعاوتاني كاين اللي كيقول على ان الكائنات الفضائيه هما اللي جاو وبناو هاد الاهرامات. وزيد عليه عاوتاني كاين اللي كيقول على ان الفراعنه كانوا دايرين اتفاق مع الجن باش يقدروا يبنيو هاد الاهرامات. المهم بزاف ديال النظريات اللي غادي نتعمقوا فيهم. اول حاجه باش تكون في خباركم ان الاهرامات الشكل ديالها الحقيقي ماشي هو هذا اللي كتشوفوه، فراه الشكل ديالو الحقيقي كان كامل في الابيض، والقمه ديالو كانت ذهبيه. وزيد عليها كان كيتعتبر هو اطول مبنى في العالم، هذه تقريبا اكثر من 400 عام. حتى جا لاطوغيفيل هو ياخذ بلاصتو. الا لاحظتي البلاصه اللي جاو فيها الاهرامات غادي تلقاه جاو في السونتر ديال الارض، والا شديتي الارض ودرتي عليها مسطره غادي يخرج لك الوسط ديالها وهو فين كاين الاهرامات. وعاوتاني الا شفتي البوزيسيون اللي جايين فيه الاهرامات ما غاديش تلقاهم انهم جايين في خط واحد، ولكن هما في الحقيقه دايرين بحال نجوم اورين بيت. كيف ما كيبان لكم نفس الشكل ديال الاهرامات نفس الشكل ديال النجوم. وهاد الاهرامات اللي كاينين في مصر كيجي لهم اكثر من 10 ديال المليون سائح كل عام. دابا خلينا نتعرفوا شويه على الهرم الاكبر. الهرم الاكبر فاش كانت تبنى اول مره كانت فيه 146 متر، ولكن حاليا دابا راه فيه قل من 146 متر، حيت داك القمه الذهبيه ديالو تشفرات. من غير هادشي فراه الهرم تبنى مقاد على شكل بوصله شمال غرب وجنوب. والهرم بطبيعه الحال عنده واحد المدخل رئيسي اللي ما كيقرب ليه حتى شي واحد، وحاليا السياح الا بغاو يدخلوا ليه فراه كيدخلوا من واحد البلاصه واحده اخرى. الا تمشيتي دخلتي للمدخل الرئيسي فراه غادي يديك لواحد الطريق تحت الارض واللي فيه واحد القبر اللي خاوي، وكيقولوا ان داك القبر تصيب باش يدفنوا فيه الفرعون، ولكن من بعدها بدلوا الراي وما يدفنوه في واحد الجهه واحده اخرى. وهاد البلاصه الى يومنا هذا ما قدر حتى واحد يعرفها في كاينه، ولكن كيقولوا من بعد ما اكتشفوا داك الممر السري يقدر يكون كيدي لبزاف ديال البلايص واللي منهم القبر اللي مدفون فيه خوفو. والى رجعنا للدخله الرئيسيه غادي نلقاو واحد الطريق واحده اخرى الفوق، والى بقينا غاديين معاها غادي يدخل لك للقبر ديال الملكه. وكيقولوا على انه كان من المفترض انه يكون في داك القبر واحد التمثال ديال خوفو، ولكن في الاخر يمكن بدلوا الراي وما يردوه قبر ديال الملكه. وهذا القبر ديال الملكه كامل مسدود بالحجر، وكاينه غير طريق اللي كتوصلك ليه وكتخرجك منه. والغرض من هاد الاهرامات كاين اللي كيقول على ان الهرم الكبير داروا خصيصا باش يدفنوا فيه خوفو، وكاين اللي كيقول على ان الاهرامات تصيبوا قبل وجاو الفراعنه وما يستغلوهم. وهنا فين غادي ندوزو لاهم نقطه في الفيديو اللي هو القصه ديال داك الممر السري اللي اكتشفوه. في عام 2015 بدات مصر واحد المشروع باش تكتشف الاهرامات بواحد الفريق اللي عالمي من مصر والمانيا وكندا وحتى فرنسا، باستخدام روبوتات وتكنولوجيا اللي حديثه. وفي نهار 2 مارس عام 2022 اعلن فريق البحث على ان داك الروبوت قدر انه يكتشف واحد الممر سري اللي الطول ديالو 9 ديال الامتار والعرض ديالو 2 متر. والمفاجاه انهم اكتشفوا تحت الممر واحد الفراغ. وعلى ما قال الدكتور زاهي حواس قال على ان هذا الممر تبنى على حساب انه باش يقلل الضغط على واحد الغرفه واللي مازال ما اكتشفناهاش. وعلى حساب توقعات اغلب المختصين اللي حضروا هذا الاكتشاف قالوا الغرفه اللي كاينه تحت السراب واللي هو واحد الطابق اللي كاين تحت الارض. المهم هاد الطابق اللي كاين تحت الارض غادي تكون هي الغرفه نتاع الدفن الاصليه ديال الملك، واللي ما قدر حتى واحد يوصل ليها واللي اكتشفها.
حيتاش اغلب التوقعاتهم كتقول على ان هاد الغرفه نتاع الدفن غادي تكون تحت الهضبه اللي تبنى عليها الهرم، وهاد الممر اللي اكتشفوه هو اللي غادي يوصل لديك الغرفه. وخاصك تخيل معايا الا تمشاو واكتشفوا هاد الغرفه نتاع الدفن ديال الملك خوفو واللي تبنى عليه الهرم بواحد الطريقه اللي ذكيه، فراه غادي يقدروا يكتشفوا العديد من الكنوز. ومن غير هادشي فراه غادي يقدروا يجاوبوا على بزاف ديال الاسرار والالغاز ديال الحضاره المصريه اللي دفنات مع الملك خوفو. وباش تستوعب الحجم ديال هذا الاكتشاف الا تمشى وقع، فخليني نقول لك على ان المقبره ديال الملك توت امون اللي كان حكم مصر هذه 10 سنين، المقبره ديالو فيها اكثر من 5000 قطعه اثريه. وهذا الاكتشاف غادي يكون له واحد الاهميه كبيره بزاف، حيتاش العجيب في الموضوع ان الملك خوفو اللي كيملك اضخم بناء معماري في التاريخ البشريه ما عنده حتى شي اثار للاعمال ديالو، وما كاينينش معلومات على الفتره ديال الحكم ديالو، وما كاينينش عليه لا صور ولا تماثيل ولا حتى شي نقوش، من غير واحد التمثال واحد اللي صغير واللي شاكين في الامر ديالو. ولكن كاينين بزاف ديال الباحثين كيقولوا على ان هذا التمثال ماشي ديال خوفو، وتوقعوا بان هاد التمثال كيرجع للاسره 26، والطريقه باش تصنع هاد التمثال والجوده ديالو اقل بزاف من دوك التماثيل اللي لقاوهم في الاهرامات. وحتى التاريخ ما كيدويش على الملك خوفو من غير واحد الغرفه اللي كاينه في وسط الهرم. ولكن واخا هكاك مشكوك ان يقدر يكون داك الشيء كامل غير كذوب، وكيقولوا على ان داك التمثال ما عنده حتى شي علاقه بالملك خوفو. واللي اكد الصحه ديال هاد الهضره بواحد النسبه كبيره هي القوائم ديال الاسره الرابعه اللي ما فيهاش نهائيا الاسم تاع خوفو، وطبقا للوصف لواحد من الرسومات اللي كاينين في الهرم كتدوي على تفاصيل الصراع بين الملك اللي كان حكم من مورا سنغارو، وكتقول على ان هذا الملك كانت الفتره ديال الحكم ديالو فيها اضطرابات سياسيه وسالات بواحد النهايه اللي غامضه، واختفت كاع الاثار والتماثيل ديالو. وداك الشيء علاش حاليا الهضره كتدور على الملك خوفو، اسرار واسئله اللي ما قدر حتى واحد يجاوب عليهم. ومن الممكن هذا الممر هو الطريق باش يتحلوا كاع الاسرار والالغاز اللي متعلقه بالملك خوفو، ونقدروا نلقاو حتى الطريقه باش تبناو هاد الاهرامات. دابا خلينا نشوفوا بعض النظريات على كيفاش تبناو هاد الاهرامات. العمليه ديال البناء ديال هاد الاهرامات استغرقت 20 عام، هادشي على حساب الهضره ديال الباحثين. والهرم فيه ما يقارب 3 ديال المليون حجره، لكل وحده فيهم كتوزن اكثر من طن، وكاين اللي كيقول على انه بناوهم مئات والالاف ديال العبيد. ولكن هاد النظريه تبينات على انها ماشي صحيحه، حيت على انهم لقاو مقابر ديال هاد العمال حدا الاهرامات. في الحضاره الفرعونيه اللي تمشيو بناو لك قبر فرانتا هي عندك قيمه كبيره. والهرم فيه 146 متر، وهنا كيتطرحوا العديد من الاسئله، كيفاش تقدروا انهم يوصلوا حتى لهاد القمه، وزيد عليها كل حجره فيها طن، وفي ديك الوقت راه كان هي العود والحجره. فهنايا خرجوا بزاف ديال النظريات. كاين اللي كيقول على ان الكائنات الفضائيه جاو حطوا داك الاهرامات وما يمشيو بحالاتهم، وكاين اللي كيقول على ان الفراعنه هما واحد السحره والمشعوذين وعندهم يد مع الجنون باش يعطيوهم القوه باش انهم يقدروا يبنيو داك الاهرامات. وكاين اللي كيقول عاوتاني ان السكان ديال حضاره اطلانتيس هما اللي بناو هاد الاهرامات، والفراعنه جاو لقاوهم وما ياخذوهم، حيت راه ما كاينيش شي رسومات كيثبتوا كيفاش تبناو هاد الاهرامات. ولكن ملي اكتشفوا مؤخرا هاد الممر يقدر يكون هو واحد السبب من اسباب باش يبانوا كاع الاسرار والخفايا على هاد الاهرامات. فشنو بان لكم نتوما في هادشي كامل؟ كتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. وبلا ما نطول عليكم الاخوان، كان معكم ايوب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس. الكون اللي كنعيشوا فيه والتكوين ديالو هو علميا لغز غامض، وداكشي علاش بزاف ديال العلماء في العالم كيحاولوا يفهموا القوانين والثوابت اللي كتحكم فيه، وحتى الالغاز ديالو كيفاش بدا وفوقاش غادي يسالي، وكل واحد من هاد العلماء كيعطي النظريه ديالو. لذلك في هذا الفيديو غادي نعطيكم 5 من اغرب النظريات اللي كاينين في العالم، وكل نظريه غادي تسمعها غادي تخليك مصدوم اكثر من اللي قبل منها. ولا ما عرفتيش شنو كنقصد، سمع اول نظريه وغادي تفهم علاش. النظريه الاولى كتقول ان الانسان تخلق بواسطه فضائي واللي سميتو رونو، وكيقولوا ان هذا الفضائي حط الكون كامل في واحد القرعه، وحاليا دابا راه غير ناسيها ويقدر يجي في اي لحظه ويهز هذه القرعه ويديها معاه. وهاد النظريه كان قالها واحد الكاتب امريكي ديال الخيال العلمي، ولكن اللي غادي يصدمكم انه كاينه واحد الفئه من الناس كيامنوا بهاد النظريه. كاينين شي ناس في هذا العالم هارب اليوم ديال بصح. والنظريه الثانيه ديال المصفوفه او ذا ماتريكس. واش فايت لك تفرج شي فيلم ذا ماتريكس من قبل؟